احنا مش شايفينه، او ان جوانا ده مش مجرد اعضاء وبس، لا ده عوالم كامله من كائنات حيه. استعدوا معانا لان في الدقايق الجايه دي هنكشف عن اسرار غريبه جدا عن حياتنا كبشر، حقائق فعلا هتخلينا نعيد التفكير في كل حاجه ونبص للحياه بشكل مختلف تماما. طيب خلينا نبدأ بسؤال مباشر ومدهش في نفس الوقت. هو فعلا جسم الإنسان بيطلع ضوء إحنا مش بنقدر نشوفه بعينينا؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هتدخلنا لأول قسم معانا، الكون الخفي اللي جوانا. هنستكشف مع بعض العوالم والعمليات اللي مش بنشوفها، اللي شغالة جوه أجسامنا كل ثانية. طيب الإجابة على السؤال اللي فات إيه؟ الإجابة هي فعلا. ودي أول حقيقة غريبة ومدهشة معانا. جسم الإنسان بيتوهج في الضلمة. لا دي مش جملة من فيلم خيال علمي ولا حاجة، دي حقيقة علمية مثبتة. الظاهره دي ليها اسم علمي بيسموها التوهج البيولوجي او الانبعاث الفوتوني الضعيف. يعني ببساطه ده نور خافت قوي بيطلع من الجسم، اضعف 1000 مره من قدره عينينا انها تشوفه. طب بيحصل ليه؟ السبب ببساطه هو التفاعلات الكيميائيه اللي شغاله طول الوقت جوانا، عمليه الايض اللي بتنتج طاقه في خلايانا. طيب إيه أهمية الكلام ده؟ يعني إيه الفكرة إننا بنطلع نور مش شايفينه؟ الفكرة إن النور الخفي ده هو أكبر دليل صامت على إن جسمنا عبارة عن محرك طاقة شغال 24 ساعة بدون توقف، زي منارة بيولوجية صغيرة بتشعب نور الحياة نفسها. ومن فكرة النور اللي جوانا دي تعالوا نروح لسر تاني أغرب. لما بنبص في المراية بنشوف إيه؟ بنشوف شخص واحد صح؟ لا، الحقيقة إن اللي بنشوفه ده مش كائن واحد، ده نظام بيئي متكامل ماشي على رجلين. الحقيقة هنا مذهلة فعلا. تخيلوا إن عدد الخلايا الميكروبية، يعني البكتيريا والكائنات الدقيقة التانية اللي عايشة جوانا وعلى جلدنا، عددها تقريبا قد عدد خلايانا البشرية. النسبة تكاد تكون 1:1. يعني إحنا مش أفراد، إحنا عبارة عن مستعمرات حية بتمشي. والكائنات دي على فكرة مش مجرد ضيوف تقال علينا ولا حاجة، بالعكس دول شركاء أساسيين في حياتنا. هم اللي بيساعدونا نهضم الأكل وينتجوا لنا فيتامينات مهمة ويحموا جلدنا من أي حاجة ضارة. يعني إحنا فعلا عالم متكامل عايش في تناغم. طيب بعد ما شفنا الكون الصغير اللي جوانا، تعالوا بقى نبص للصورة الأكبر ونشوف الجسم ده كآلة بيولوجية عبقرية في القسم التاني. تخيلوا معايا كده، لو جبنا كل الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية اللي في جسم إنسان واحد وفردناها كلها جنب بعض في خط واحد، تفتكروا طول الخط ده يوصل لكام؟ الرقم صادم، 100,000 كيلومتر. 100,000 كيلومتر. طب عشان نتخيل الرقم ده معناه إيه؟ المسافة دي كافية إنها تلف حوالين كوكب الأرض كله 2.5 مرات. متخيلين؟ كل الشبكة العملاقة دي مين اللي بيشغلها؟ قلب صغير حجمه قد قبضة الإيد. ومن القلب نروح بقى لأكتر عضو شره للطاقة في الجسم كله، المخ. شوفوا المفارقة دي، وزنه حوالي 2% بس من وزن الجسم، لكنه بيشفط لوحده 20% من إجمالي الأكسجين والطاقة اللي بنستهلكها. ده يورينا قد إيه العضو ده جبار وبيشتغل بكفاءة رهيبة. حتى العظم بتاعنا، الهيكل اللي شايلنا ده، قصته غريبة. هو مش ثابت، احنا بنتولد بحوالي 300 حتة عظم غضروف، وده اللي بيخلي الأطفال مرنين قوي. ومع الوقت واحنا بنكبر العظم ده بيبدأ يلحم في بعضه لحد ما يستقر في النهاية عند 206 عظمة. يعني الهيكل العظمي بتاعنا بيكبر ويتغير معانا. طيب سيبنا بقى من الآلة البيولوجية وتعالوا ندخل في أكتر منطقة غامضة ومحيرة، العقل. القسم ده هنتكلم فيه عن العقل مش كجهاز، لا، كقصة بتتكتب وبتتعاد كل يوم. معظمنا فاكر إن الذاكرة دي عاملة زي هارد ديسك أو شريط فيديو، بنسجل عليه الأحداث ولما نحب نفتكر بنشغله تاني ونشوف كل حاجة زي ما حصلت. بس العلم بيقول حاجة تانية خالص. الذاكرة أقرب لعملية إعادة بناء، تركيب. كل مرة بنفتكر فيها حاجة المخ مش بيشغل تسجيل قديم، لا، ده بيبني الذكرى من أول وجديد من قطعة متفرقة. وعشان كده ذكرياتنا ممكن تتغير مع الوقت. وهنا في حقيقة ممكن تكون صدمة شوية. في حالات الجوع القاسي جدا المخ بيلجأ لاستراتيجية بقاء عنيفة ومدهشة اسمها الالتهام الذاتي. يعني إيه؟ يعني خلايا المخ حرفيا بتبدأ تاكل أجزاء من نفسها، الأجزاء اللي مش أساسية، عشان توفر طاقة للوظائف الأهم. دي تضحية على مستوى الخلية عشان مركز التحكم يفضل شغال. طيب في القسم الأخير ده هنخرج بره جسمنا خالص وبره كوكبنا. يمكن هنبص على الصورة الكبيرة قوي وهنشوف علاقتنا بالكون نفسه. أكيد كلنا سمعنا قبل كده جملة إحنا مصنوعين من غبار النجوم. بنفتكرها جملة شعرية أو رومانسية، لكن لا، دي حقيقة علمية بحتة. كل العناصر التقيلة اللي مكونة جسمنا، الكربون، الحديد، الأكسجين، كل ده اتصنع واتطبخ جوه قلب النجوم اللي انفجرت من مليارات السنين. والأرقام بتثبت الكلام ده.
حوالي 97% من كل ذرة في جسمنا أصلها جاي من النجوم دي. يعني احنا مش بس عايشين جوه الكون، لا، ده الكون نفسه هو اللي عايش جوانا. وهنا بقى نوصل لآخر حقيقة معانا واللي ممكن تكون أكتر واحدة هتفجر دماغنا. شوفوا النسبة دي 99.9%. عارفين دي نسبة إيه؟ دي نسبة الفراغ اللي موجود جوه كل ذرة في الكون، بما فيهم الذرات اللي مكونة أجسامنا. يعني إيه الكلام ده؟ معناه إن إحساسنا بأنفسنا كأجسام صلبة ده مجرد وهم. لو قدرنا بطريقة ما نشيل كل الفراغ اللي جوه ذرات كل البشر اللي على الكوكب، البشرية كلها هتكفي جوه مكعب سكر واحد. الحاجة اللي بنحس إنها صلبة دي مجرد قوة كهرومغناطيسية بتزق بعضها. في الحقيقة إحنا عبارة عن فراغ شبه كامل. وده بيخلينا نختم بسؤال واحد بس: لو احنا فعلا بنطلع نور، ولو احنا أكوان كاملة ماشية على الأرض، ولو احنا أصلا غبار نجوم، يبقى احنا مين بجد؟ سؤال هنسيبه مفتوح للتأمل بعد ما اكتشفنا مع بعض إن حقيقتنا أغرب وأعمق وأجمل بكتير من أي حاجة كنا ممكن نتخيلها.